السلام عليكم متابعي قناة تقنيات بلا حدود. اليوم سأشرح لكم درس جديد عن تطبيق رائع جدا لا تريد منكم جوجل بلاي متجر جوجل بلاي أن تعرفوه. تطبيق جميل جدا. التطبيق سوف يختصر لكم الكثير من الوقت وسرعة الإنترنت وأشياء كثيرة، والآن سوف أشرح لكم. سوف أدخل في التفاصيل. عندما نريد تحديث أي تطبيق من متجر جوجل بلاي يظهر لنا طبعا، يظهر لنا عن يتم انظر مثلا اريد احدث اي تطبيق من هؤلاء التطبيقات. يتم إعادة تحميل التطبيق من البداية، يستغرق الكثير من الوقت ويأخذ إنترنت بحجم كبير طبعا، وخصوصا إذا كنت تعمل على شبكة النقال البيانات. طبعا يأخذ كثير من الوقت ويتم إعادة تحميل التطبيق من البداية، ولكن مع تطبيق سوف أشرحه لكم. هذا التطبيق سوف يوفر لكم الوقت، وسوف ينزل الجزء الجديد من التطبيق مباشرة. لن يتم إعادة تحميل التطبيق من البداية، سوف ينزل الجزء الجديد من التطبيق فقط. هذا التطبيق طبعا هو تطبيق أبتويد لايت، نفس تطبيق أبتويد. طبعا هو تطبيق أبتويد لايت، سوف ننزل سوف نحمل تطبيق أبتويد لايت من تطبيق أبتويد، والذي شرحته لكم في درس سابق في أحد فيديوهاتي. طبعا بالبداية بداية نفتح تطبيق أبتويد. بعد ذلك نكتب في خانة البحث أبتويد لايت. يظهر لنا هنا أبتويد لايت. تحميله تحميله بسيط جدا، يعني وحجمه بسيط، 1 ميجا بايت فقط. بعد ذلك نضغط على فتح. ننتظر قليلا. طريقة التحميل منه بسيطة جدا كما قلت لكم. يحمل الجزء الجديد من أي تطبيق فقط، الجزء الجديد فقط. سوف أوقف الفيديو لثواني. والآن عدت لكم. بعد ذلك تفتح واجهة التطبيق. نضغط هنا على التحديثات. طبعا يمكنكم تنزيله أي شيء كأنه تطبيق أبتدي العادي، ولكن هذا أفضل بمراحل. نضغط على التحديثات. بعد ذلك الآن سوف تظهر لنا قائمة التطبيقات التي يجب علي تحديثها. ننتظر قليلا. والآن هنا التطبيقات الذي يجب أن أحدثها أنا. مثلا تطبيق كلاش اوف كلانس، لعبة كلاش اوف كلانس، أو تطبيق أبتدي يطلب مني تحديثه. انظر هنا يضع لك يعني كما قلت لكم الجزء الجديد من التطبيق فقط ينزل الجزء الجديد من التطبيق. لا يتم إعادة تحميل التطبيق من البداية. وهذا كان درسنا اليوم. ولا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة. وإن كان لديكم أشرحه لكم أو أي درس، اكتبوا لي